من كام سنة فاتت قبل عيد من الأعياد كانوا الناس في الهايبر وكان زحمة جدا بشكل مش طبيعي. على الرغم من الزحمة دي كان في شكل تاني هيشد عينك جدا. أسرة مكونة من 4 أفراد، زوج وزوجته وطفلين. الصغير رضيع أمه شايلاه، والتاني أبوه ماسك إيده وتقريبا عنده 3 سنين. طيب ايه اللي هيشد نظرك وهيخطف عينك؟ لكذا سبب. اولهم عصبية الراجل مع وشه المكشر وصوته الأجش وخناقته مع دبان وشه وطريقة سحبه لابنه وطريقة الكلام مع أمه. خلصي، مدي، ما تيلا، ما تخلصينا، زهقت. وشخط من ده كتير. الست زيها زي ستات كتير، تحسها مغلوبة على أمرها، تحسها زي ستات كتير عايزة اليوم يعدي وخلاص على خير، تقدر تشتري اللي هي عايزاه وجوزها وأولادها هيكونوا محتاجينه. تقدر تفهم بسهولة إنها ست صبرة، بتسمع كلامه كأنها متعودة عليه، بتحاول تمتص غضب جوزها الغير مبرر أصلا وتعادل الكفة بهز راسها بالموافقة. تمام، تمام، كأنها بتحايله ولسان حالها بتقوله علشان خاطري، خلاص كفاية. بعد دقايق كل الناس سمعت صوت ناحية الكاشير. بدافع الفضول اللذيذ بتاعنا كل الناس راحت على الكاشير. كان نفس الراجل واقف وبيزعق وبيقول، بيزعق بطريقة مش طبيعية وبيقول عليا الطلاق، ما هشتري حاجة تاني، احنا ما اتفقناش على كده، انتي مش هتزنقيني اصلا، انتي اللي مدلعاهم، اقسم بالله ما جايب حاجة تاني عشان تبطلي خبثك ده. الست كانت بتبكي وعينيها في الأرض وعمالة تقول كلام محدش ولا سمع ولا فهمه. كمتفرج على المنظر بتربط التفاصيل الصغيرة مع بعض. هتلاقي الطفل الصغير معاه كوباية آيس كريم، هتفهم ان دي اساس المشكلة، وتفهم برضو انه شبط فيها كأي طفل صغير عادي يعني. فالراجل اعتبر ان دي كارثة تستحق كل الشو اللي هو عامله. فين المشكلة؟ فين الموضوع؟ طب خدها من ايده ورجعها وقول له لأ وخلص. المصيبة ان الراجل فضل يزعق اكتر وفضل يشتم والناس تتلم اكتر والست تبكي اكتر واكتر وتقول له بصوت مخنوق قوي بالدموع، بدموع كتير، كفاية كفاية. والراجل فقد اعصابه تماما ومش طبيعي صريخه، عمال يزعق بلا كفاية بلا زفت، انت زهقتيني. الست تبص حواليها والناس عمالة تبصلها ووشها يحمر من كسوف الإحراج وتعيط أكتر وتقول له الناس حوالينا كفاية بالله عليك كفاية، لكن هو أبدا ومكمل. حب واحد من الواقفين يهدي الموضوع شوية. الراجل بهدله وشتمه وزقه وقال له الكوبليه الطبيعي الكلاشيه اللي احنا بنسمعه دايما، مراتي وانا حر فيها، محدش يتدخل، ولو حد هيقرب واللي هيتدخل همسح بكرامته الارض. رد فعله خلى كل اللي كانوا ناويين يتدخلوا قالوا خلاص دع الخلق للخالق، احنا مالنا. الموقف كان عمال يتكرر زي ما هو والكلام عمال يتعاد وعمال يزعق، والست بالتدريج كأنها بدأت تنام مغناطيسيا، وبالتدريج برضو بدأت تقول كفاية وبشكل متتابع وعينيها ثابتة ومركزة في الفراغ. كفاية، نبرة صوتها بدأت تعلى، كفاية كفاية. وبقوا فجأة صرخت مرة واحدة وهي بترفع ايديها وضربت جوزها بالقلم جامد. الناس كلها سكتت والمكان كله بقى بص بص. لو كنت رميت إبرة في اللحظة دي على الأرض كنت هتسمع صوتها. الصوت الوحيد اللي كان موجود هو صوت بكاء الطفل الصغير. الكل خد لحظة سكون. أول واحد فاق واتحرك هو جوزها. لما فاق اكتشف إن الألم ده هز كيانه كله مش وشه. هجم عليها وكان عايز يضربها، بس وقتها كل الناس جات لها كريزة شجاعة وتلم حواليه وكتفوا حركته وفضل يتخلص منهم علشان يوصلها، ما كانش قادر غير انه يشتمها هي وكأنها ولا سمعة ولا كلمة من كل اللي هو بيقوله. وباين عليها انها مش خايفة حتى انه يفلت منهم، كأنها في وادي تاني خالص. عدلت العيل الصغير على كتفها اليمين وسحبت التاني على كتفها الشمال واتجهت ناحية باب الخروج بمنتهى الثبات والقوة. رغم حجم الست اللي كان تقريبا نص حجم جوزها وملامحها اللي تستحيل تتخيل انه يطلع منها كل ده، بس اللي هتشوفه في اللحظة دي كأنهم معكوسين، هي جبل
هو ورق. ناس كتير بتمسك في رد الفعل وبينسوا الفعل نفسه، بيقلبوا بحكمهم الظالم صاحب الحق المحقوق. علشان كده تستغرب من اللي بيفنجل عينه قد كده وبيعمل زوم على انفعالك انت وردود افعالك انت ونفاذ صبرك انت واخطائك البسيطة انت، وتجيله حالة توهان تامة بالنسبة لصبرك وتصرفاته هو معاك اللي كان سبب أصلا لده كله من الأول. طب يا أخي، اللي ضايقك مني ده طلع ولا نزل اسمه رد فعل. طب بالنسبة للفعل بتاعك إيه؟ اللي كان قبلهم صبر وتفويت ملهمش حدود. الناس بس هما اللي بيحبوا يقفلوا عينيهم عن الحقيقة، ظن منهم إنك هتستحمل أو مش هتقدر تبعد. إن الواقع بيقول إنك هتفضل تيجي على نفسك مرة في مرة في مرة لحد ما هتحصل لحظة الانفجار من الطرف اللي هو كنا مستضعفينه. ساعتها هتسأل نفسك مليون سؤال: هو جاب القوة دي منين؟ هو استحملني ده كله ازاي؟ هو كان شايل الدرجة دي؟ هو يقدر طيب يعيش من غير عادي كده؟ أسئلة كتيرة إجابتها كلها أيوة، هيقدر، علشان الحياة ما بتقفش على حد، بالعكس دي بتقف للي بيعمل اللي عليه للآخر، وبتنقلب موازين الضعف قوة، وبتنصفوا الدنيا. وما تستهونوش وما تجوش على اللي منك واللي بيفوتلك، لأنه عمل كل ده عشان هو شاري. لكن في اللحظة اللي يكتشف فيها إن كل ده ملهوش قيمة عندك هيسبقك ويبيعك، ومحدش هيقدر يلومه، لأنه هيكون وصل لقراره ده عن قناعة تامة.